وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب كراهية ما يستنجى به. هذا متكن باب كراهية ما شيء كراهية سي أي أبا به شيء قاسو يستنجى به لغو استنجوده waxyaalaha lagu istinjoonayo qaybo ka mid ah inuu karaahiyo ay tahay oo nabigeenu uu diiday sallallahu alayhi wasallam ay fi bayaan ashyaada cadaynteeda ay u baabiyo allati ashyaadaasoo yukrahu al-istinjaahu biha in lagu istinjoodo ay karaahiyo tahay والمراد بالكراهية هنا بمعنى التحريم وكراهيتنا وحال لغا جيدا بمعنى حرام اي لغا جيدا. وقد تقدم في المقدمة مبسوطا كتاب المقدمة دي waxaa noogu soo hormaray iyadoo aad loo faahfaahiyay أن إطلاق لفظ الكراهية جاء إطلاق لفظ الكراهية إنه ku yimid في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى التحريم وكراهية قرآنك يا حديثة انت بدن إن loogu isticmaalo بمعنى التحريم. والسلف كانوا يستعملون هذا اللفظ في معناه الذي استعمل فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. علماء السلف كانوا ساسي واستعمالان لفظ الكراهية بمعنى التحريم، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص لفظ الكراهية بما ليس بمحرم. لكن كراهية وحا متأخرين أيكو هشيين وحن حرام هين إن لو لجهدوا وتركه والحال تركه أرجح من فعله وحين لقتها أي كون أكسنتها إن للسماء ساسي استعمالين. ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة في الاصطلاح الحادث فغالد في ذلك. مركب متأخرين تي اصطلاح حاسي مروا البابا كوحن بارين كراهية مروا بإن لقلت جيدو بمعنى وحي إن لا يسكر دافو أي كون أكسنتها إن للسماء. لكن هذا كراهية ولجدد لقليها أو بمعنى التحريم أي لقلت جيدو. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: حدثنا هناد بن سري الكوفي الثقة قال حدثنا حفص بن غياث القاضي الكوفي الثقة الفقيه تغير حفظه قليلا في الآخرة. وقت قدام بيي أي وحير حفظه سيسبدلي من الثامنة طبقة السدادات كجرا من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين طبقة أتباع التابعين وكمديهي عن داود بن أبي هند البصري الثقة المتقن والانثقاء كتبت النهرنا نكسو قادن جرنيو عن الشعبي وعامر بن شراحيل الكوفي الثقة وثقة مشهور فقيه فاضل من الطبقة الوسطى من التابعين عن علقمة وعلقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي الثقة الثبت الفقيه العابد من كبار التابعين تابعين تواوين كجرة. عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود وحويري قال رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري: لا تستنجوا بالروث دقدها كو استنجوننا ولا بالعظام لفهنا كو استنجوننا. والنهي هنا بمعنى التحريم على الجهة وكراهية هذا حرام على الجهة وحرام قفكو إنه استنجاها واستعماله دقو يلفها دقدا يلفها إنه يراه استنجان واستعماله وحرام نبي أنه نودي دي صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا يصح الاستنجاء بالروث والعظام ما بقى أنصح يبا هذا هو حرام ما أنصح يستنجيه وقفكو إنه يراه حنكو استنجان دقو يلفها سنسا كافتومي واستنجاء وكافتومي هذا ما بقى أنصح يبا. نبينا مركب وعليي صلى الله عليه وسلم فإنه أي المذكور مذكور وعلي لا لبا شيء الله سو شيغايو الروث والعظام أي الله سو شيغايو مذكور كادو علي فإنه مذكوركم مثل الله سو حسي oo digada iyo lafaha زاد إخوانكم من الجن ولا لهن من الجن جنك صهيدو ديوان صهيد الجنك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الروث لدوابهم والعظام لهم. marka hadalkii waa la isku duubay markii la faahfaahiyo oo la tafsiiliyo الروث لدوابهم
digada waxaa iskale oo cunto ahaan u isticmaala daabadaha jinka daabadaha ay wataan ayaa digadaas cuna oo iyagu cunto ahaan u isticmaala walcidaamu liljinni lafahana waa jinka caadiyaaba qud ilaahay uga dhigaa ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala lafahaas makhluuq uu iska tuurayo oo bini aadamku uu iska tuurayo nabigan wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam in ilaahay cunto uga dhigayo jinka cunto uga dhigayo digaduna waxaa weeye waa daabooyinka jinka oo riwaayaad saas u kala saaray ayaaba jiraba hoosna xoogaa wuu kaaga tiltilmaami وقال ابن حجر وحير وإنما سكت عن الروث لأن كونه زادا لهم إنما هو مجاز ودقادوا إني مركا أوتهاي صهيدي جنكا ومجاز حقيقة معها ولما تقرر أنه لدوابهم دقادوا حاسكال دابوينك جنكا أي مركا قود إلهي أقدقا انتهى كذا في المرقات وفي رواية مسلم في قصة ليلة الجن وسألوه عن الذات وجنكي نبي صلى الله عليه وسلم وحي ويديستين صحيح محانوة فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه لف والباء يا سهيل الذين كقدق ومقع إلهي اللي حسي يقع في أيديكم قعميه إنه لفتها سكوس ودعها يا أوفر ما يكون لحما ومركو لفته يعني هلبك أي سارنان جرتي بدأ أقول كامل سنة سقوا هلب وين أصو سارا أيا إلهي سبحانه وتعالى قود إذن كقدق وكل بعرة دقاك استنى لدوابكم مرك حديث كاسفافاهي دقوينك دابلها جنك أي جقود أيوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام الجن مرك رواية داس أيا عدين يسوي وحديث الباب يدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم حديث كباب كنوح وتسنى إن يسمى بنانين با إن دقada iyo lafta in lagu isinjoodo walcillatu annahuma min dacaami aljin cilladuna waxa weeye dacaamka jinka inay ka mid yihiin alcidaamu lahum walrawthu lidawaabihim lafahana waa iyaga degadana waxa weeye daabadahooda ayaa iskale rawa daaraqudniyu can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa an yustanjaa birawthin aw cadmin waqaala inahumaa laa yudahiraani oo riwaayada daaraqudnina waxaa lagu caddeeyey hadda dahaaraba ma faa'iideeyaan رواية دارقطني وحال وعديي دهارو مفائديان وحوم الظهران قال الدارقطني بعد روايته إسناده صحيح دارقطني مركو حديث كان وريك بعدي وحور إسناد كان هو صحيح وهذا الحديث يدل وحديث كدارقطني وتسنى على أن العلة أنهما لا يظهران وعلة إنتهي إنيس المركز وحبب الظهيرين قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن أبي هريرة وسلمان الفارسي وجابر وابن عمر وصحابة أفرتا أيغنا باب كان حديث لمدة أيغنا لقوريه وفي الباب حديث مروي عن أبي هريرة وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن عمر قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد حقيقة روى هذا الحديث حديث كان هدى أن صامرني وحوري إسماعيل بن إبراهيم وابن عليه وكتبته ربا نوسو الله بجر ابن عليه وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عليه ثقة حافظ من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين وغيره إسماعيل بن إبراهيم بن عليه غير كيس نوي وريا وحديث كان إسماعيل بن إبراهيم بن عليه يعلم كله غير كاس منكم حول جيدا غير كاس ولجد شيخ يزيد بن زريع يا زكريا ابن أبي زائدة يزيد ابن زريع يا زكريا ابن أبي زائدة أي ولجد مركز سد حدان إسماعيل بن إبراهيم بن عليا يا غير كانوا أن كفر سرنين ولجد يزيد بن زريع يا زكريا ابن أبي زائدة سد حداني تابعون لحفص بن غياث ساس ولجد سد حدان وحي متابعين حديث كروايدي سيكون راعيان حفص بن غياث كان صامرني قال لي كوفة حفص بن غياث أي سدح ذا المتابعين ومركا ابن عليها هي غير كانوا حديث كي يكوريون يا الشيخة عن داود بن أبي هند السابق في الإسناد داود بن أبي هند كان صامرني أي يجنا حديث كي يكوريونه وحفص بن غياث شيخي سياها مركا اسمه الشيخ حفص بن غياث أي مركز متابعين عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه عبد الله بن مسعود
كان عبد الله بن مسعود وحوها مع النبي نبي معي سوها صلى الله عليه وسلم ليلة الجن هبينك جنك نبي صلى الله عليه وسلم جنك أي نبي ويمادين صلى الله عليه وسلم هبينك عبد الله بن مسعود النبي يقول للسعودي الحديث اقرأ الحديث بطوله وحديثك شيخ وسوق قابيه حديثك وديرا حديثك أصدر بالآخر فقال الشعبي مركب وحو يري مركب قاب كان يجو كوريين فقال الشعبي إن رسول الله مركب محي خلافين حفص بن غياث لأنه حفص بن غياث حديثك وحو كان حديث متصل وسند كيسو وسن كلا قونين ساسو يكدغين حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رواية مركب فيري رواية يقول محي سميان علماء إسماعيل بن عليا يزيد بن زريع زكريا بن أبي زايد أنا محي كدغين عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بدوره فقال الشعبي إن رسول الله فرفع الشعبي هذا الحديث إلى رسول الله شعبي مرك حديثك نبي أكري إليه فيكون مرسلا بهذا الطريق مرك الطريقة أو طريقة إسماعيل بن إبراهيم بن عليا هي طريقة يزيد بن زريع هي طريقة زكريا بن أبي يحيى وحي كدغان مرسل خلاف حديث كدعيو فقال الشعبي إن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم قال وحويري لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث وحد مداه إلى رواية عن هذا الضنب ومرسل كدكتي حديث وكأن وبأيضا رواية إسماعيل ورواية عن ضنب إسماعيل بن عليا غير كوده وبأيضا رواية أصح كصح نمبضا من رواية حفص بن غياث رواية حفص بن غياث حديث كمتصل مسند كدكتي تنا كصحسن ورواية وحي كدكتي حديث مسند متصل بذكر عبد الله بن مسعود عن النبي ورواية وحي ماشي كوسو درتي عبد الله بن مسعود عن النبي ساسي ترو تنا محي كدكتي فقال الشعبي إن رسول الله وشعبي بحديثك رسولك أكري عليه صلى الله وسلم وبارك عليه رواية مركز سببت الشيخ يري تنافعا مع كونها مرسلة أيضا هذا مرسلة وشيخ وحويري والصح من رواية حفص بن غياث المسندة المتصلة وهذه المسند كهذا متصل كهذا تنا مرسلة أي كسحسن فرق يقول حيانا هوس وكايشي الشيخ وحكوليه والفرق بينهما والفرق بين روايتيهما لبدو الرواية فرق يقول حي وحوي أن رواية إسماعيل مقطوعة كلا قانتها رواية مقطوعة مرسلة ورواية حفص بن غياث مسندة رواية مسندة ووجه كون رواية إسماعيل الصح قابك وقصح نيبنت وحوي أن حفصا خالف أصحاب داود بن أبي هند حرتي داود بن أبي هند أي حفص خلافي فرأوا هذه الرواية مسندة حفص بن غياث رواية مسند وكدق وهم أيقون التلاميذ كلنا رووها من قول الشعبي أرضيدا كلنا وحي كدق من قول الشعبي عن رسول الله مركب ولا قبضين حفص بن غياث ولا قبض حفص بن غياث كل جيسوا أرضيدي كلا أو اسكلها داود بن هندنا محي كدقان من قول الشعبي عن رسول الله قال النووي في شرح مسلم إمام النووي شرح مسلم حكويري قال الدارقطني وحوير انتهى حديث ابن مسعود عند قوله فأرانا نبي وحنا تسيي آثارهم جنك رادت كودي وآثار نيرانهم يضببك ماشي كشتان رادت كودي انتاسو ورك عبد الله بن مسعود حديث كيسو متصل كل ماضي وما بعده بعد هذا القول قول كاسو فأرانا وحي كدن بيا وحور النووي من كلام الشعبي وكمدي والنووي نساس الرجح انت كدن بيا وكلام الشعبي ورفعه إلى رسول الله وكريال كذا سداس رواه أصحاب داود بن أبي هند حرتيسي ساسي وريان الراوي عن الشعبي أصحاب تاسو مركز الشعبي وحكوريي وابن علي ساس وابن علي ساس كوريي وابن زريع وابن أبي زائدة وغيرهم عنده وغيرهم وابن إدريس وغيرهم ساس كوريين هكذا قال الدارقطني وغيره ومعنى قوله
شيخ إمام النووي قول كيس معنيه سوحيا إنه من كلام الشعبي وحديثك كميديا مركو ليه أي أنه ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث عبد الله بن مسعود سان لوغا مورين بالغلا جيدا وإلا هديك فالشعبي لا يقول هذا الكلام هذا كان مده كرو إلا بتوقيف عن النبي مهنه أسجل نفتيس النبي وإن سند متصل وقوري لأنه الشعبي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سوم قارن مركز الشعبي أسجل جيب كيس هذا كان كمده هنا قفوا كوري يسقوا قف كاس النبي كسي وري ساس اللي جيدا صلى الله عليه وسلم ولذلك علماء المحدثين توحيليهن مراسيل الشعبي صحيحة شعبي أحاديث مرسل كاهي وصحيح وإن كانت مرسلة أيضا مرسله الأركيو هدنا مراسيش الشعبي والصحيح قال الحافظ العجلي حافظ العجلي وحوير مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا وحوير حافظ العجلي حديث كمرسل كاهي الشعبي أوريو وصحيح لا يكاد مسقه يرسل إنه حديث مرسل أوريو إلا صحيحا إنه يهي مهنه محايا لنك ماشا كدعي راويga saxaabiga meesha ka dhacay waa raawi asagu uu og yahay shacbi qofuusan ogeyn meesha kama xadfo uusan ku kalsoonayn isagu oo saxaabi aan ahayn saasa tatabuc markii lagu sameeyay ahadiista mursalka ah ee shacbi markii raac lagu sameeyay waxa la ogaaday la yakadu yursilu illa sahihan حديث مرسل موريه إلا وصحيح شعبي marka saas uu uga duwan yahay oo ma dhahayno xadiiskan shacbi waa mursal oo daciif waa mursal oo daciif ma dhahayno marka maraasilka shacbi waa saxiixa xadiiskan lana قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث والعمل دقنك على هذا الحديث عند أهل العلم دقنك على هذا كان دشيسو دقنك هذا كاسو الحديث حديثك عند أهل العلم أكتيسا حديث كانوا دقنك هذا أو حديثك أهل العلم ساسي يقول دقمينو وحيليه لما أقول من أنصح يدقو يلفو إن لقو استنجود دقو يلفو إن لقو استنجود لما أقول بظاهر هذا الحديث كان ظاهر كسيد شيء يوم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب كما حكى كساروري حديث مروي عن جابر وابن عمر وانا تكرار نسخين كانوا أبدين هذا الكاس وهذا الكور السعلي وفي الباب عن جابر وابن عمر عن جابر وابن عمر وهراب الله صلى الله عليه وسلم باب كان يقول كسارورين سماهن وهراب سوق هذا مركز تكرار نقنا نسخة نسخين كان تكرار وهوسنا وكاي شيء وهوسنا وكاي شارع حليه كذا في النسخ الموجودة عندنا وهو تكرار نسخين كان نقول أن هينه ساسا كقران لكن ووركي هرا لوسع العلي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء هذا مثل باب مشروعية استنجاء جدين تيسي أيوب بابيه بالماء بيا إن لقو استنجوده إنه نبي نوجده صلى الله وسلم وبارك عليه سيده هرب روايات هر الشيخ ونقص الشيخي ودقحنا النبي إنه نوجده صلى الله عليه وسلم إن لقو كافتومي كرو استنجاء هذا وحو النبي نوجده بينا إن لقو كافتومي كرو لكن الجمع بينهما أفضل لكن لبدو إن لا يسكت دره أي فضل بدن قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن بغلان أثقة الحجة محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب الأموي البصري الصدوق من كبار العاشرة طبقات الطبنات وفقيه طبقات عاشرة المركب حلق لجدا وكبار الآخذين عن أتباع التابعين أرضي هاي تابع ما يسن أركن تابعين تتابع كوي كدم بي وأرضي ذا أتباع التابعين كاس أي علمك كبرتين ممن لم يلقى التابعين عاشرة هداد مغشو تابعي لما كل من تابعي لما وصل كل أتباع التابعين أي وحكا قادم أتباع التابعين أي وحكا قادم قال وحي حدثنا قتيبة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال لبدا الشيخ حيراهن حدثنا أبو عوان وضاح بن عبد الله اليشكري الثقة عن قتادة بن الدعامة السدوسي البصري ثقة ثبت لكنه مدلس يقال وحال يرى ولد أكمها إن دولة أسوها الله دلالير ساسي علماء دهم إن دولة أسوها الله دلال وهو رأس الطبقة الرابعة طبقة الرابعة هو مدحويه وقوين يهيو قال ابن المصيب وحوير ما أتانا عراق وما إيمان أحفظ كحفظ بدن من قتادة وقال ابن السيرين وحوير قتادة أحفظ الناس
وقال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وحول قتادة أحفظ من 50 مثل حميد كنتن أو حميد أو كلاء وكحفظ بدين توفي سنة 17 و100 وقد احتج بها أرباب الصحاح أصحاب الصحاح ولنا حجة كذا في التقريب والخلاصة قلت لكنه مدلس وكتبت ورنا وكل شيء جرني مدلسين تنو كمديه قتادة ومدلس عن قتادة عن معاذة بنت عبد الله العدوية أم السهباء البصرية العابدة الثقة قال ابن معين ثقة حجة روت عن علي وعائشة وعنها أيضا وحكوري أبو قلابة يزيد الرشك يو أيوب يو الضعيف قال الذهبي بلغني وحيسو قاري أنها كانت تحيي الليلة قبل سنة هبين كنولي جرت وتقول أيديه جرتي عجبت لعين تنام وحان ليا بي الإسكهر ديس وقد علمت طول الرقاد في القبور إذا أنت قبورت اللي قلنا قانا قبورت أنت اللي قلنا قانا اللي سجر أيو هل كان لشيفه إذا ما ركتها أوقاتي الإسكهر ديس هبين كي الله يابي قال ابن الجوزي وحير توفيت سنة 83 عن معاذة عن عائشة قالت وحيتر أمنا عائشة مرنا أزواجكن رجلنا إذن قبا أمر أن يستضيبوا إن يكو استنجودان رجلنا إذن قبا أمر بالماء يكو استنجودان وحيتر ورقبنيه رجل إذن قبا بيها إن يكو استنجودان أمر فإني أستحييهم أنوا كحشونا إريقا مرده كريه رجلنا أمر أو شيئا إن بيها لقو استنجوده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسولك الله هاجري يفعله أي الاستنجاب بالماء استنجاها سؤبيها لقو استنجوده نبي النواس سميجري صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن جابر بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد والنسائي وحديث أحمد والنسائي نيسو صار قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وعليه على هذا الحديث حديث كان دشيسة وتلمام يبيها إن لقوا استنجوده إنه نبي نوجي صلى الله عليه وسلم أي عمل كرقنك وهذه عند أهل العلم أهل العلم أكتيس حديث كان يكون رقمين يختارون أهل العلم وحي دورتان الاستنجاء بالماء بيها إن لقوا استنجوده أي دورتان وإن كان الاستنجاء استنجوه بها هذا بالحجارة الرقح لقوا استنجوده يجزئ أي يكفي إنه كفر كافنا يهباء هذا عندهم عند أهل العلم أهل العلم أكتوذا dhagaxa inaad isaga kaaftoonto adoo xataa biyo heli kara dhagaxa inaad xataa isaga kaaftoonto sidaas ba habaneeyaane laakiin waxay leeyihiin almaa afdal biyaha fadli badan ay leeyihiin xagga istinjaha ahlul cilmiga fa innahum hayalay culimada ahlul cilmiga istahabbu waxay sunneeyeen al istinjaa bil maa biyaha in lagu istinjoodo sidaas ay jeclaystaan ay sunna ka dhigteen waraahu waxayna caqiideeyeen الاستنجاء بالماء أفضل إنه يهي ساسي علماء عقيدين وإنه فضل بدن يهي بيها اللي يقول استنجوده أهل العلم وساسي عقيدين ومحيوك فضل بدن يهي من الحجارة لقى حدا يوحي لمتك إن اللي يقول استنجوده بيها إنه كفضل بدن يهي وبه بما قلنا هذا الكاس النري وإنه بيه إن اللي يقول استنجوده لقى حدا يكفي عنيهين أيا يقول سفيان الثوري أويرا وابن المبارك أويرا عبد الله المبارك المروزي والشافعي إمام الشافعي رحمه الله ويرا وأحمد ويرا وإسحاق بن راهويه الحنظلي المروزي ساس يقول يراهم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب هذا مثل كان باب ما الذي كي أيوب بابيه جاء هو ما قبيمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي أنه هاجر إذا أراد الحاجة أي قضاء الحاجة مركو دونه أبعد إنه نبي فقاجري صلى الله عليه وسلم في المذهب مكان التجد إنه كفقاجري ما لندتك أدوين وكفقاجري حاجة ديسة إنه نبي أنه لا آدي جري صلى الله عليه وسلم وباب كان شيخ وحو أو حسين حديث هراء النوغس ودافئه نبي أنه صلى الله عليه وسلم حاجة البول إنه كوكوتي عند الصبادة قوم تاسمرك محل قال جيدا باب الضرورة إهدوا وكان سنة النبي صلى إهد الصبادة قوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مالق شنقوب النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كوكو دنيا باب الضرورة الوحن بارو باب الضرورة أيه
أما من باب الاستحباب والسنة وكان سيدان النبي هاجر صلى الله عليه وسلم باب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار وبندار بصري ثقة قال وأئمة مشتركة ونجر اللحدة والشيخ وها قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن السلط الثقفي البصري ثقة وانا اسناد كلمات بهدور دعو ولي كتبت اللحدة واساس قاعدة نسبدلنه لحدة كتاب وحوي شيخ خلبات هدور دعو عبد الوهاب بن الله إطلاقه وعبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن السلط البصري ثقة تغير قبل موته ب3 سنين تيان به جرنبه 3 سنة كهر أي عقل يسبدله هوسنا وكاي إشارة شيخه أنتو سن جيريون 3 سنة كهر أي عقل يسبدله عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام وصدوق لكن أخطاء وحديث كأوسكلية وليس هذا الحديث من أخطائه حديث كان كمد ما هالليل أحاديث أخطأ كلية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو أبيه سحوي عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة أياد علي وأنا مدني ثقة مكثر حديث آدو بديه من الطبقة الثالثة أي كجرا كذا في التغريب عن المغيرة بن شعبة قال وحر المغيرة بن شعبة كنت وحنها مع النبي معي سنهاي صلى الله عليه وسلم في سفر دحديسة يا نبي معي كوها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته نبي حاجتي أيو يمد وماشي حاجته وكجدناي أيو يمد فأبعد النبي وافقادي صلى الله عليه وسلم في المذهب مكان التجد آدو نوقف قاعد النبي بل فوق أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا آديه وأنا محل شاهد كأبو عيسى الترمذي باب ما جاء أن النبي كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب ولجد هذا مركب بابك وكل هذا ساس أسود دريشة فأبعد النبي وفقادي في المذهب مكان التجد أي كفق هذا ومال فوق أي النبي نجا صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأنساري صحابي كان أنساري وفي الباب حديث مروي عن عبد الرحمن بن أبي قراد الأنساري وأبي قتادة وجابر بن عبد الله الأنساري ويحيى بن عبيد المكي الثقة كان وتابع سو يحيى بن عبيد المكي الثقة عن أبيه حديث كوري أبيه وعبيد مولى الصائب ابن أبي الصائب ذكره أبو نعيم في الصحابة أبهان عن أبيه داس أي الصحابي وأنا لسكو هيستا ولسكو خلاف سنة أبوه إنه تابعي إنه صحابي لكن ذكره أبو نعيم في الصحابة وهو الراجح أبو نعيم صحابته كتيرية ساسان الصحة والراجحه وأبها وحلقة هذا ليه يحيى بن عبيد إنه يهي تابعي ومتفق كاس ولسكو وافق سنة يحيى بن عبيد إنه تابعي ويحيى بن عبيد عن أبيه أبوه عبيد مولى الصائب ابن أبي الصائب ذكره أبو نعيم في الصحابة وذكره الحافظ في التابعين لكن حافظك وحشاقا تابعين كدرا حافظك لكن أبو نعيم أي صحابي ويير وأبي موسى وحديث مروي عن أبي موسى الأشعري وابن عباس وبلال بن حارث قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم مركو حاجة هذا يمال فوق إنه لا أدري وحديث صحيح وحسن وأخرجه الدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وسكت عنه أبو داود مركب حكم كيس وكاء مسيء وصحيح ما وصندهن وحسن مدهن ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره وأنا الصغير تصحيح الترمذي سوقوري وروي عن النبي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحل قوري وروي عن النبي أنه حل قوري صلى الله عليه وسلم أنه نبي صلى الله عليه وسلم كان إن هاجر يرتاد أي يطلب نبي وحو رادين جري لبوله بول كيس النبي صلى الله عليه وسلم حاجة البول مركو قدنايو مكانا بوس أي راد سجري كما سيديو بوس ورادي مكانا محل غير بول كان النبي حاجة البول مركو قدنايو مالو رادي جري أي مكانا لينا مال جرعسن حاجة البول كقدة جري دولك جرعسن لئلا يعود إليه الرشاش رشاشك يعني بولكو كاديد الرشاش كده سيسن أقصى اللعبا وسنة النبي هاجرتي صلى الله عليه وسلم دول جلعسن النبي حاجة البول وكو دنجري حكمة كجرتنا وحوي لئلا يعود إليه الرشاش رشاشك فرفردوتك
suusan ilaa haddii meel oo dhagax leeyahay adag aad maaragtay ku kaadiso oo kuu soo laabanaysaa marka saasuu nabigu sunnadiisu ahaa jiray waruwiya can nabiy marka waruwiya uu sheekhu iska yiri yaa wariyay nooma sheegin sanadka xadiiskan uu ku soo gaaray iyo saxaabiga wariyay midna nooma sheegin abu ciisa tirmidhi waruwiya can nabiy nabiga waxaa laga wariyay sallallahu alayhi wasallam annahu shaaniya kaana nabigeenu inuu ahaa jiray yartaadu ee yadlubu libawlihi bawlkiisa nabigu sallallahu alayhi wasallam makaanan layinan meel jilacsan uu raadsan jiray kamaa yadlubu manzilan sida deegaan uu u raadsado markuu musaafir yahay meel uu dego oo dhigto teendhadiisa dhigto si uu u raadsado bawlkana meel uu ugu raadi jiray la yacuuda ilayhi rashaashu si rashaashka iyo firfirdoodka uusan ugu soo laabanin marka shaarixu wuxuu ku leeyahay walam aqif anugu ma ogaan calaa man akhraja hada alxadiisa bihada lafdi xadiiskan tirmidigu uu yidhi warwiya can nabiyi ilaa aakhirihi lafdigan wax ku soo saaray anugu ma arkin waqad akhraja dabaraaniyu fi lawsadi can abi hurayra bilafdi laakiin dabaraani lafdigan lafdi ka duwan ayuu soo saaray kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yatabawa'u libawlihi kamaa yatabawa'u limanzilih oo nabigu wuxuu ula dadaali jiray bawlkiisu ula dadaali jiray makaanan layinan kamaa yatabawa'u kamaa yajtahidu limanzilih siduu meel u dego uu deegaankiisaba ugu raadiyo lafdigaasaa dabaraani uu ku wariyey قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره هو من رواية يحيى بن عبيد بن الرجي عن أبيه قال ولم أرى من ذكرهما وحشيغنا لبضا ما أركنه وبقية رجاله موثقون انتهى وأخرج أبو داود سون حصوصا عن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبوله قضاء الحاجة بولك أي نبي قدوني فأتاه وحي من دمثا ملك العسن وفي أصل الجدار درب أصل كيس جريد سا دول العسنة فبالا meeshaasuu xaajadiisii bowl ku gutay uma qaala wuxuu yidhi idaa araada axadukum an yabuula axadkiin hadduu doonayo inuu kaadiyo falyartad meel jilacsan ha u raadsado libawlihi kaadidiisa meel jilacsan ha u raadsado qaala abu ciisa tirmidi raximah allahu tacaala wa abu salamata asaabiq fi lisnaad abu salamaha sanadka xadiiska noogu jiray ismuhu magiciisa cabdullaahi bni cabdiraxmaan bni cawfin azuhri aabbihiis waa axadu alcashara almubashariina biljanna قال في التقريب أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قيل اسمه عبد الله والير وقيل وحلير اسمه إسماعيل والاسكو خلاف مقعيس إسماعيل والير ثقة مكثر وأن الحديث تأدب بدي الرواية من الطبقة الثالث كجرة يعني من الطبقة الوسطى من التابعين أي كجرة طبقة التابعين وقال في الخلاصة وحكير قال عمرو بن علي ليس له اسم مقع ملع علماء قارسان سيراهيم أبو سلمة كن يداس بس الله يقال مانه مقع ملع لكن أبو عيسى الترمذي مقعيس ونوشة عبد الله بن عبد الرحمن علماء كلنا عبد الله والاسكو خلافه روى عن أبيه أسامة بن زيد وأبي أيوب خلق وعنه سجن وحكورية عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق قال ابن سعد كان ثقة فقيه كثير الحديث ونقل أبو عبد الله الحاكم حسوقوري أنه أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة ولجلة فقهاء تطوضها هذا كتير انتهى قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل هذا مثل باب ما الذي كي أيوبابه جاء هو ما قويمد في كراهية البول كادذا كراهية الذي كويمد في المغتسل مكان قبيسك لحديث لغو كاديو ومحل قال شيء ذا ماشي مركز أتكو قبيسن ربتي أياتكو كادينه مركز ماشي واتكو كاديس مركز أتكو كاديسي meeshii adigoon ka istaaginaad haddana aad ku qubaysane waa karaahiyo waa laga fiican yahay maxaa yeelay xikmada ku jirta maxay tahay maxaa loo diiday meeshii waad ku kaadisay adoon ka istaaginaad haddana isla meeshii aad ku qubaysanayso xikmada marka karaahiyadaasi ku timid waxaa weeye lianlaa yacuuda ilayhi rashaash walianlaa yansha'a minhu waswasa wahuwa xadiisu nafsi si xadiisu nafsina aysan uga dhalan rashaashkan ilaa meeshan uu ku kaadiyee hadduu haddana ku qubaysto waxaa laga yaabaa in haddana wixii hadda nijaasadii ay haddana kor ugu soo boodo ayaa dhici karta waxaa kaloo dhici kara xadiisu nafsi badan inuu meesha ka dhasho xadiisu nafsiga maxaa lagala jeedaa inuu isla hadlo walaac waramaad isnijaasays waramaad meeshaad ku kaadisay war haddana isla meeshii waad ku qubaysatay qofkii cudur inuu qaado waswasaba uu ka qaado waana cudur khatara waswasadu cudurta hala soo marka nabigeenu waa diiday sala allahu alayhi wasalam قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر المروزي
الثقة سمسار ولو يقال سيده هوسو كاير شيغي مروزي ثقة سمسار وأحمد بن محمد بن موسى المروزي ثقة حافظ أحمد كان وحاو وثقة حافظ أحمد بن محمد مسك سمسار كوليه كاسبه ويه علي بن حجر مقرين سماها بابا نوغ ترجمين حدثنا علي بن حجر مروزي كتبت انا كسو مرجن المروزي الثقة وأحمد بن محمد بن موسى المروزي ويسوون كان يسوون المروزي كله مروزي ثقة حافظ قال الله الشيخ بحيرة أخبرنا عبد الله المبارك المروزي الثقة ثبت الحجة عن معمر بن الراشد البصري وثقة عن أشعث وأشعث كم حال وجه أشعث بن عبد الله بن جابر أبي عبد الله البصري أبي عبد الله البصري الثقة عن الحسن لكن درجة أوسي شيخ النحويري أشعث بن عبد الله بن جابر أبي عبد الله البصري عن أنس وشهر بن حوسب وحكوريا وغيرهما وعنه أسقنا وحكوريا معمر الشعبة وغيرهما وثقه حتى وثق النساء وغيره وأورده العقيلي حافظ العقيلي في كتاب الضعفاء وذلك الضعفاء كسرري وقالوا حنير في حديثه وهم لكن درجة عند الحافظ وكلها تقريبك الدرجة وكلها هي أشعث كان وأشعث بن عبد الله بن جابر وصدوق بصري ساسوا درجة سنسينا نمر درجة حافظ كوسيجري كتبت هرانا أنكسو مريجر نورجر أشعث بن عبد الله بصري صدوق أسداسو أشعث بن عبد الله بصري صدوق عن الحسن البصري أشعث كان كما بطنا كتاب الترمذي هذا ويريها أشعث بن عبد الله بن جابر البصري الصدوق ولبو ليس له في سنن الترمذي إلا حديثان لما حديث كليا أي كتاب كان الترمذي وكليه هذا عن الحسن وحسن بن أبي الحسن البصري الثقة الفقيه الزاهد فاضل مشهور يرسل كثيرا ويدلس هرنا ونسو مري جرنية تدليس نواسمية إرسال نواسمية وهو رأس أهل الطبقة الثالثة الطبقة الثالثة ده وين هي الطبقة الثالثة محل جلجة الطبقة الوسطى من التابعين الطبقة الثالثة ده مغشد طبقة الوسطى من التابعين تابعين تواوين نكم جرو كوا يريار نكم جرو ودحو كجرو عن عبد الله بن مغفل وهذا حسن البصري ومدلس النر عنا وحبوك وري هذا فير أسوي مدلس وعن وحكوري سيلنا مركه هذا حديث كان وحال ليه وحديث صحيح صرح أحمد بسماعه إمام أحمد وحال يري مسند كيسة كعدي سماع سمعت عبد الله المغفل إنه يري السماع الله يا سماع أي الله يا مركه فلا يضر عن عنته عن عندي صحبه مش عن الحسن البصري عن عبد الله بن المغفل صرح أحمد بسماعه عن عبد الله بن المغفل أحمد عدي إنه السماع ليه وكم مغلى حديث بقى كم مغلى عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسولك نوح الرابي أن يبول الرجل ننكو إنه كاديو في مستحمه أي في مغتسله مكان قبيسيسي ننكو إنه ماشي وكو قبيسانيي إنه كو كاديو نبي النهي صلى الله وسلم وبارك عليه والنهي هنا محمول على الكراهة والنهي كان النهي تحريم لقلم جيده وكراهية لقلم جيده كراهية لقلم جيده ماشي إنه أنتو كو كاديو هذانا كو قبيستو نبي النهي صلى الله عليه وسلم وقال رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري إن عامة الوسواس ووضح الله يقول لي شرحيه بكسر الواو الأولى ووضح الله يقول لي إن عامة الوسواس وسوسة ومرك هذه الله يقول مصدر على جلجة مصدر كلمة وسوسة وسواسا يوسواسا فعلى هذا مرك مضاعف تهاي فعلالنا وكتم هذا فعلالنا وكتم هذا وسواسا يوسواس لكن وحي أبدا أنت مركي فعلال أي كو إيمانيسو إن الله استعماله بمعنى اسم الفاعل فعلال مركي كو إيمانيسو وسوسة وسواسا واجرته لكن مركي محله استعماله من شر الوسواس الخناس الوسواس كاس مركي محله قال جيدا بمعنى الموسوس كي وسواسنا يوا شيطان كي شرتيسي أيان كم ينقلاو لكن هدي واوض الله هوس ديغو غالبا وحلو استعمالها بمعنى المصدر أو حديث نفسي وسواسك أو حديث نفسي ومرك واضح الهوس ديغو مرك ساسو شارحه كليه هي
waawda la hoos dhigo ku leeyahay inkastoo masdar ahaanna ay isaga yimaado waswaas iyo wiswaas labadaba oo hadda Cayshaawigu waa dabdiyaa sarfigan Cayshaawigu laba baydu ku dabdiyaa wuxuu leeyahay wayakthuru alfi'lalu fima du'ifa كزلزلة وجاء ذا مخففا بالفتح كالوسواس والغالب أن يعنى بذا اسم فاعل فلتفهمن ساس عيشاوي لو بيد كتب ديا وسواس وحيل عيشاوي ويكثر الفعلال فيما ضعف هذه فعلالات أي مضاعف تهي وحاكب بدن ويراها فعلال وسوس وسواسا زلزلة زلزالا فعلال كاسا كبدن هذو مضاعف ياي فعلله وحكم مثالي كزلزلة وجاء ذا مخففا كزلزلة او كلا زلزلة هذا زلزلة محل هذا مستر كيدي زلزالا وجاء ذا مخففا كان وحو كلو كو يمد يري اسغو لا فدوديي بالفتحنا لو فدوديي ومحل ليهي زلزالا زلزالا بالفتح كالوسواس وير مرك بالفتح والو فديا كالوسواس وسواس ومسرك لو بدنيا maxaa kale oo banaan uu leeyahay ay shaawigu in lagu fuudeeyo fatxo sida zalzal loo yiraahdo waswaasna loo yiraahdo waswaas bil fathi kal waswaas wal ghalib an yu'na bi ism fa'il faltafhaman laakiin sida ghalibka wuxuu yiri markuu fatxa yahay waswaasku oo waswaas la yiraahdo waa in loola jeedo ismul fa'il saasa luqada carabiga ku badan min sharri al waswas ta quraanka noogu jirto min sharri al waswas marka hadii waawda la kordhigo waxa badan uu yiri in loola jeedo ismul faa'ilka hadii waawda la hoos dhigana maxaa u badan in macna masdar loola jeedo asaasu nahaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu reebay an yabula rajulu ninku inuu ku kaadiyo fi mustahammihi makaanu qubaysigiisi waqala rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in aamatal wiswasi hadiisu nafsiga ama waswasida inteeda badan منه أي من البول في المستحم مكان قبيس يقول لجو كاديو حق سكاهتا وسوسة أنت بدن حديث نفسه يقف إنه إصلاح الله إصلاح شاكيستو أنت بدن وحي كذا لنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قفكم ماشي أنتو كاديو أدنى إنه قبيستو هاي معناه حديث نفسه هاي معناه ورأما وحكو جارنا وحلاقي أبا حالة داس inay hadana ay ka sii dheeraato markuu musqusha ka baxo ama meeshuu markaa ku qubaystay kaadidii inuu ka baxo waxa laga yaabaa inay sii dheeraato oo cudur ba ay ku noqoto cudur qalbigiisa dega oo wax walba uu ka shakiyo wax walba marka uu ku shakiyo oo cudur ba ay noqoto waswaaskuna waxa weeye caadana allah min dalika waa marad khadiira amraadul qulub kamida amraadul qulub kamida oo aad u khatar badan ibn al-jawzi wuxuu ka wariyaa sheekhan layra abul wafa ibn aqil ننا يمد ويري أبو الوفاء ابن العقيل مركز وحو يري أنغمس في الماء وأشك شيخ مرك قارن بركد بيا إنتان دحق له كان هذا مركز يقول عاد يقول كذا بركد بيا هنكتين بضاهور كبعد بركد مركز كسبحه واشكياه بيه أميسن كركا جارين أنا سراهور أبو الوفاء مسألة ويدينه بيه كركا أميسن جارين أنا سراهور مركز وحو يري أبو الوفاء بن عقيل اذهب فقد سقطت عنك الصلاة صلاة بلغم عليها أرادت وح صلاته الوجولية يعني قفوا لنا تهيو نم براق أما بط انت دحق علي وده يكركي أما يسنولي قارن وح صلاة وكاد عدور يعني قف مجنونة تهيو قف عاقل أصاحبه ما ده يحاسب نوع اسم قاريو قف عاقل أصاحبه ترقوا يرمر وحير مركا ابن الجوزي وحكى لي من أثق به قفا كوكالسونها وحوش يقول أن موسوسا عظيما صاحب الوسواس وين كان يكرر النية فحلف بالطلاق موسوس وين وحويري نيدو كعل علينا مركز الطلاق كدار تويري إنه سن مرضى بكعل علي وسواس كنتور دب وهدام بكعل علي النية مركله ناقته يغفر أنت وير طلاق كدارت وسوسة مركب ومرض وكعل عليور ففارق امرأته
ساسو هوينتيسي وفاروق غير إسلامتي وغفرنتي فأصابه غم كبير إسلامتنا واجع الله يور إسلامتنا وكفرنت مركز كربة وحوير مال والبا كربة وقت مدوير وحوير ابن الجوزي وآخر كرر حتى قال أذاء لله بدنا وحال يشاور موسوس وينه إنه كعل علينا يصلي فرض الظهر 4 ركعات أذاء إلى مركز دم بالذال وكأخريور أداء لله سورة أذاء ويرذال مركز دم لو حد يلو علينا مركز دم وحمانه يعني مركز دم وحو آخريور يرذال وآخري أذاء لله أذاء مركز محينه غني دب إلهي الله دب يوم أذاء لله مركز وحو يري مد مغلى يو دين عيسى صلاة كنت كناي فقطع الصلاة رجل بجانبه دين عيسى كنت كناي مركز مغلى أذاء لله صلاة يكبح يور فقال مركز سوير نعم ولرسوله وملائكته وجماعة المسلمين وارن تاور إلهي رسول كيسي مسلمين تورنا دبتيور يا جميع كل الدكاني صلاة وكبح يور إلا سوق علينا هيو ما لحنا يكجرت مركز ما لحنا يكجر أذاء لله ورسوله مركز دين عيسى كنت كناي هالصلاة فاروق يور مركز نعم وللرسول وأذاء للرسول إلهي رسولك سنوات دبت وملائكته وجماعة المسلمين نوات دبت مركز وقبح ورزق مركز وسوسة ومرض خطيرة وقال رسول كان صلى الله عليه وسلم وحوير إن عامة وسواسنا والآخرين كراه لكن شارح وسواس ويري أساسا اللو بدن هي ودوم معنا مستري هي إن عامة وسوسة انت هذا بدن وحديث نفسي منه من البول في المستحم كما كانوا قويسي يسولوا كاديو أي أنت بدن حق سكاها قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي باب كالحديث وحكسه حديث كاسو مروي عن رجل من أصحاب النبي من أصحاب النبي كمد صلى الله عليه وسلم لقوريي ولم يسمى نكاسنا لما مقعاب فلا يضر إبهامه لأن الصحابة كلهم عدول هذا الله مقعاب المحيدي بالصحابة وود عادلين الصحابة ونبا وود عادلين قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحور هذا كان حديث كاسو غريب وحديث غريب وسي غريب وياهي فقد فسر الغريب بقوله أصاب فسر غريب وحور شيخه لا نعرف أنه حديث كان قرن منه مرفوعا حارويه إلى رسول الله وصور رسولك صلى الله عليه وسلم حق صلى الله عليه قرن منه إلا من حديث أشعث بن عبد الله بسن كقرنينا انفرد به ولجد غريب قال كاسو كاغا دالنا أسأل لقوني النقضي غريب معنيس وسداو انفرد به أشعث بن عبد الله السابق في الإسناد أشعث كالجيس حديث كاللقون النقضي ويقال له وحكى أشعث كان ليرا أشعث الأعمى أشعث كإن دولها أنا ولا يراها وقد جزم النووي بأن الحديث حسن الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب كيس خلاصها وحكير حديث كان وحديث حسن ساسكيرو ولأجل الخلاف في أشعث بن عبد الله وأشعث في وركي قال أوجد حديث كان وحسن أيرو حديث كان حسن ويرو حافظ المنذر إن الدرجة دي أنت أصواب كسي قاضو وحور إسناده صحيح متصل حافظ المنذر أصواب الدرجة دي أنت وكسي دول قاضو وحور وهو صحيح متصل فالحديث صحيح وعنعنة حسن لا تضر عنعنة حسنة وحوى الدبي ما يسوي وحيسن وحبه الدبيين فقد صرح أحمد بسماعه عن عبد الله بن مغفل والسماع مركز أيو عديي فللحديث شواهد حديثكم مدك على الشواهد وليه نهى أن يبول الرجل في مستحمه شواهد بدن وإسكاليه حديثكم إلا قوله إن عامة الوسواس منه هل كاس اللفظي ما هنا أنت كلنا حديث هذا الشواهد بدن وإسكاليه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد كره قوم قالوا وحي كهذين قوم كاسوا من أهل العلم كمذا البول كاديد أي كهذين في المغتسل مكان قبيسي ماشي أتكو قبيسان الله دين أتكو كاديسو ضد بدن أهل العلم كمذا وي كهذين وقالوا حين يراهن أهل العلم عامة الوسواس ده أما وسواس ده لكن سلان شاقنبه وهو مركي الله كردقه بمعنى اسم الفاعل الله استعمالها غالبا هذه اللي هوس دقنا
masdarka qaaliban loo isticmaalaa marka hoos dhigana waqaalu waxayna yiraahdeen culimadu caamatul waswasi waswasada alwaswasatu hadiisu nafsi isla sheekaysiga waay hadiisu nafsiga waxa ku gaari waxba ka nijaaso la isla sheekayso taas laga jeedo caamatul waswas isla sheekaysiga intiisa badan minhu min al-bawl fi al-mukhtasal ka ahaatay mukhtasalka lagu kaadiyo warakhasa waxa kala ruqseeyay fihi fi al-bawl fi al-mukhtasal mukhtasalka dhexdiisa in lagu kaadiyo bacdu ahli al-ilm ahli al-ilmiga qaarkoodna waxay yiraahdeen karaahiye ma ahan way banaantay yiraahdeen minhum dadka yiri karaahiye ma aha waxa kamida محمد بن سيرين كمده تابعيgaas محمد بن سيرين الأنصاري البصري الثقة الثبت العابد كبير القدر وإن شرف قدر كيسو aad u weynaa ابن سيرين كمده dadka yiri karaahiye ma aha وقيل له waxa lagu yiri ابن سيرين إنه شأن يقال waxa la yiraa إن عامة الوسواس وسوسده inteeda badan منه من البول في المغتسل حقeeda ka ahaato halkaas ka dhalataa markii sheekhu uu yiri karaahiye ma aha markii la yiri waxa la yiri waswaaskuba xaqiisu ka dhashay ka waran sheekhu faqaala markaas wuxuu yiri maxamed ibn sirin rabbuna allah la sharika lahu rabbuna rabbigan allah wa ilahi la sharika lahu fi qudratihi wa uluhiyatihi awoodiisa iyo ilaahnimadiisa wax shirka kula ah ma jiraan marka muxuu la jeedaa hadalkan iyo masaladii la weydiiyay munaasib ay isku yihiin markii sheekha la yiri war waxa la yiri waswaasa ka dhasha ماشي مختصر كل لجو كاديو شيخ وحكو جواب ابن سيرين ربنا الله لا شريك له معنى محول جدا فهو المتوحد في خلقه إلهي مخلوق إسقى با كتصرفه لا دخل للبول في المغتسل في شيء من الخلق يعني كاديدا المغتسل كلجو كاديي قفك وحبكم دالين كرتو إلهي با وح دالين كره قفك قلبي اسكو دالين كرو هذه حقيقة واصح ورنتي سيد شيخ وحكو جواب بركي حقيقة اللي يراهو حديث نفسك iyo waswaaska ilaahay oon ayaa qalbiga ku dhalin kara laakiin ilaahay waxa badan asbaab u sameeyay asbaab marka culimada dhahaysa xadiis nafsi uu ka ahaaday waxa weeye xadiiskan daahirkiisa ay qabsadeen wax walbana ilaahay asbaab u sameeyay fa sax ilaahay nuusan maahana wax kale oo awood la inaysan jirin marka wuxuu yiri shaarixu qaala ba'd ulama fi jawaabihi ibn sirin culimadu waa u jawaabeen oo markuu ibn sirin yiri rabbuna allah la sharika lah إلهي أم بأود إسكاله حديث نفسه وسواس كإلهي أصار دالين كرا كاديدا ما داليس وسواس علماء وجوابين وحيرهن إن الله تعالى جعل للأشياء أسبابا إلهي أشياء أسباب وياه فلا بد من التجنب عن الأسباب القبيحة وهي أسباب تحن وين تكفوقات وصح إلهي أم بأوحبور كرا لكن وحل بالسبب إليهن أقول وحن لا يهور الشيخ علم قبحه أرن كان فول حمدي سوحاب اللقاء وقادي بالنهي الشارع عنه انتهى كلام أبي طيب هذا أبو طيب ورمادي هذا قبح جيس عقل ما بهن واب الشرعي والنبي قال نوشي وحن إني فول حميهين مختصر كان لقوك هذيو إني فول حمتها عقل ما واب الشرعي مركز ابن سيرين لقوك شباب وقيل لهم ابن سيرين وحلوير إنه شأن يقال وحليرا إن عامة الوسواس منه من البول في المغتسل وكهذا فقال محمد بن سيرين وحوير ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك عبد الله بن المبارك وحوير قد حقيقة وسع في البول كاديدا دحديدي والله واسعي معنى وسع جوي زواج والله بني وواسع في المغتسل إلا سيكاديو مكان قبيسك إن لو كاديو والله بني ابن المبارك إذا وقت جي الله بنيو جرى فيه في المغتسل مغتسل كدحديسة الماء بيه أي كدحق القليان هذه ماشو بيه أي سنة 20 ينوير مثلا وتبقى أكله أو كاديدي أي كوكل قشوف تكتي وحير مركز دي مالين هاد ماشي أتكو قبيست ماشي مثلا قد واي markaad ku kaadisay kaadidii hal dhibac oo banaanka taala malaha tubadaas ay qaaday meeshii nafteeda inaad ku qubaysato wuxuu yiri Abdullah al-Mubarak fala bas waxadiisu nafsi oo ka imanayeen malahan hadiisu nafsi ka imanayeen male ila kaadidii ba tagtay tubadana qaaday saasu asaguna sheekhu yiri qala Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala hadathana anagu waxaan noo sheegay bidalika biqawli Abdullah al-Mubarak hadalkaas Abdullah al-Mubarak uu ku jawaabay waxaan noo sheegay أحمد بن عبدة الآملي من آمل جيحون وبيجا جيحون آمل أكتساء مقالة آمل ودول كانوا خراسان لسكويرة الآمل اللي نسبة وصدوق درجة ديسي عن حبان بن موسى المروزي الثقة عن عبد الله المبارك سنة خصاص ورك نقصه كار ورك سنة كاس أيانو هنا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باو ما جاء في السواك هذا مثل باو ما يلدي كي أيوبا بها جاء هو ما قبيمت في السواك في استحباب السواك عديق السنين تيسا حديث كي يمد أيوبا بها
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة روى عنه الأئمة الستة وتم كتبته هرم كسومري الجرني تكرر في صحيح مسلم كؤاد وبدنيه أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان الكوفي الثقة عن محمد بن عمرو بن علقمة المدني الثقة عن أبي سلام بن عبد الرحمن بن عوف وشيخ هدان سومري أحد الفقهاء السبعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق أي لولا مخافة المشقة دب إن كعب سنة يوم أهاتين على أمتي أمدي إن دب أقعب سنة يوم أهاتين لا أمرتم أمدي وحان أمر لها بالسواك عند كل صلاة كاستمر كي تكنيان وحان أمر لها أمر وجوب واجب إذن كنت هاي مركز صلاة ويستاقي سنة على الستان ساسا به لها لكن واجب كامحان وعب صدي ومضي إذن وعب سنة نحريسه مدها يواجب إذن كنت نحريسه ومضي إذن نحريس سنة لولا أنا شقة لولا مخافة المشقة مشقة إن أقبق يوم هاتين على أمتي ومضي إذن المشقة أقبق يوم هاتين لا أمرتهم بالسواك أي وجوبا أمر واجبة أيان مضي إذا عدق أيان أمر لها عند كل صلاة كاستأكتد إلا عديسده أيان أمر لها بركة حديث كان محود دليل وياهي استحباب السواك عند كل صلاة كاستا إلا عديسده وأنا ميلها مركة عديق سنة مديسو أي مؤكدة كتاهي ميلها سنة ديسو مؤكد أي تاهي مركة صلاة لو استاغيو واستعدادا لمناجاة الله تعالى إلهي مناجاة كيسا إنا دوينينيسو إنا الديار قروبيسو إلا إله هذا الله هدلي إله هذا المناجاة هذا الله كودي هذا الله فقه إلهي ما دام هذا الله كوديسو هذا الله فقيسو ومن تعظيم ربي كمته انت هذا إلهي الله هدلين والله أكبر أذن بهن وفاتحة أذن آخرين إنا عديسته موقفك إلهي تهر استاق سنت مركا وحي كمته وقفك عديسانية إنه إلهي وينينيو سبحانه وتعالى مناجاتك إلهي نسكد ديارنا لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأنا سيدة جمهورته أي قبان جمهورته حديث كان يدريشدين أو وحي إلهين السواك مستحب عند كل صلاة إلا حنفية ما هن حنفية يوحي إليهن صلاة لما أقول مركا لو استاغيو إن لا عديسدو خوفا من جرح اللثة وحي إليهن عربك إنو ديب كي يمادو وحان ليهي عردك إنو ديب كي يمادو أيا الله قبقى هيره marka sunnada xadiiskan si kale ku awilanay shaarixuna hadal dheer uu ku sheegay xanafiyada warkoodii hadal dheer uu shaarixu meesha kaaga bixinayo hadalka qaala al-qaari meesha ka akhri qaala al-qaari fi al-mirqad ay inda wudu'iha saasi ku awilan soo maaragtid inda wudu'iha yani inda kulli salaatin inda wudu'i kulli salaatin ku awilan xanafiyadu ayagu salaad ma ogala waxay leeyihiin weesaqaadka waa la cadeysana ولما روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم قال صحيح الإسناد والبخاري تعليقا في كتاب السبع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء حديث كاسي الدليل شدين هديات دي لبدا حديث سيدة الشافعية أي قوانين الجمهورته لبدا حديث بوالله عمل فلا مركا لو يستقادنا يحلنا واسنة مركا إلهي اللي هو استاغي اللي دكنا واسنة أي والله بدر رواية كلكو أولين حنفيده رواية كلكو أولين ولخبر أحمد وغيره لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل الظهور فتبين وحا عدادي دهن حنفيه موضع السواك عند كل صلاة كاستمرك لليه هي هل على صدو ماشى لغا على سنه وويسدي ماشى لغا على سنه والشافعية يجمعون وحي كل ميان بين الحديثين شافعية لبدا حديث باكو عمل فلان بالسواك في ابتداء كل منهما من الوضوء والصلاة ايغو شافعية وحي سميان ويرشارحه labada xadiis baa ku amal falay oo markay weese qaadayna waxay leeyihiin waa sunna muakkada markay salaada u istaagayaan waxay leeyihiin waa cadaysanayna waa sunna muakkada labadii xadiisba shaafici waa ku amal falay wasidaas قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحول وقد حقيقة روى هذا حديث كان وحوري يوري أبو عيسى الترمذي محمد بن إسحاق المدني الصدوق رمي بالتشيع والقدر وشيخ أدل سوء خلاف جرير صاحب المغازي والسير اللي يغني عن محمد بن إبراهيم بن الحارث المدني الثقة عن أبي سلمة السابق في الإسناد عن سيد بن خالد وصحابي عن سيد بن خالد عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه حديث كسنة كاسنة وكيمت وحديث كان محوري محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم وكوريي
محمد بن إبراهيم وحو كوري عن أبي سلمة مركا يا اسم متابعين وحا اسم متابعين محمد بن إبراهيم إيو محمد بن عمرو كلاهما عن أبي سلمة لو أبي سلمة وشيخه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي حوري وحديث أبي سلمة حديث كأبي سلمة عن أبي هريرة إيو وزيد بن خالد أبي هريرة أبي سلمة وكوري مرنا وكوري عن زيد بن خالد مر زيد بن خالد أبو سلمة وكوري عن النبي اللي صلى الله عليه وسلم كلاهما لبدا حديث مدول بو كمده لبدا حديث محول جدا وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وحديث أبي سلمة عن زيد بن خالد لبدا حديث مدول بو كمده عندي صحيح أنا أكتب هذا الترمذي هاي لبدا رواية صحيح أي حاجة يكويهن وقد أخرجه الشيخان وبس هذا الشيخ يريو الشيخان بس صاروا شيخين أي بس صاري وبخاري مسلم أي صاروا لأنه شأني شيخ وعدي قد حقيقة روية وحل وري لأنه شأني روية وحل وري من غير وجه من غير الطريق هل طريق وحك بدمو هل طريق حتى كما إما دور الطريق وحديث كان كويمت لأنه شأني قد روية وحل وري من غير وجه من غير الطريق عن أبي هريرة اللقوري عن النبي وكوري صلى الله عليه وسلم هذا كان دور الطريق اللقوري كاسو الحديث حديث كان وحديث أبي هريرة عن النبي دور الطريق اللقوري وحديث أبو هريرة إنما إن كلمة هانه صحيح حديث أبو هريرة والله الصحيح يالي وصابت الله صحيح يا المحيطة لأنه شأني قد روي حديث أبو هريرة ولا وري من غير وجه من غير طريق هل طريق وحك بدن وغير كيسان لقوري أي لتعدد طرقه ولا كذا حديث أبو هريرة طرق بدن لقوري وهذا الكلام مكرر هذا كان الشيخ وسوع العلي الله هو نوصل شيء حديث أبو هريرة إن دور طريق لقوري مكرر ونقناه مرك إلا مرك ور الشيخ محسويري وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة إيه وزيد بن خالد عن النبي كلاهما عندي صحيح محونا كعلي لأنه قد روي من غير وجه نوير هذا أنا مركل محوير وحديث أبو هريرة إنما صحيح لأنه قد روي من غير وجه لأنه قد روي من غير وجه ومكرر مركل وأسكن من باب التأكيد وشيخ ولا كذا هذا الكهر والسوشيال وسيسوع عليه الشيخ وأنا سداسه وأما محمد أما شيخ إني محمدها ومحمد بن إسماعيل البخاري مربه محمد اللاقصاص ولا كذا وأما محمد بن إسماعيل البخاري فزعم البخاري وحو شيختي أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد وكوري أصح حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد وكوري أصح إنه صحنيه بدن يحيى ومحوك صحنيه بدن يحيى وحوك صحنيه بدن يحيى عن من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وحكى صحنيه بدن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد ساسو البخاري الشيخ أصلا بخاري ساسو الشيخ أصلا لكن بخاري سيداس هالشيء مركي والصحيح سمريي رواية صحيح سكوقر لهذا وحنا نشأ الترمذي وبخاري وحو دارتي رواية أبي سلمة عن زيد بن خالد أي صحيح بدنوير لكن البخاري اختار وأخرج في صحيحه حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة ودارت مركي البخاري لو انكسر مرني رواية أبو هريرة أي أصله دارت ولم يخرج حديث زيد بن خالد مصو صار حديث زيد بن خالد في صحيحه كما أوصن صار وهذا مركز صحيح البخاري ومريي سووا حضارتي رواية أبي هريرة عن رسول الله ما دورا رواية زيد بن خالد ما أوصن دورا مركز واحد دعي كرتا مرء شيخ ترمذي سجار وبخاري قال بعض الرواية يافي عن ويدي إنه مركز تن وجو جوابي لكن مركو بخاري مري رواية كرو دورت بخاري وأما محمد مياه فزعم محمد وحو شاكته أن حديث أبي هريرة حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح إنه صحنه بدن يحيى ومركا هوسنا ورد دير وكاغا دغو وحو قال الحافظ في فتح الباري حكى الترمذي عن البخاري وحو كشيغ انه ساله عن روايه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره روايه انه سالي هي وروايه محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد فقال البخاري وحو روايه محمد بن ابراهيم اصح روايه محمد بن ابراهيم صحنه بدن وروايه محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد ولا جيدا قال الترمذي كلا الحديثين صحيح عندي قلت وحان لي حافظكم رجح البخاري طريق محمد بن ابراهيم لامرين لبا ارمود احدهما ان فيه طريقه waxa ku sugan qisatan طريقه markaas uu doortay markuu la weydiinayo masalada qissa ku sugan sababtu u doortay وهو قصه waxa weey qowl ابي سلمة hadalka uu yiri fakana zayd ibn khalid wuxuu haajiri yad'u siwaaka minhu cadayga asaga xaqiisa ka ahaaday wuxuu saari jiray mawdic alqalam min udun alkatib
qofka wax qoranaya meesha uu qalanka saarto halkaasuu cadayga saaray jiray ay salama halkaasuu Zayd ibn Khalid saaray xagee waa dhigtaan korkeeda halkaasuu caday saaray jiray markuu dukanayo fa kullama qaama ila salaati istaaka markaasuu salaadu istaago saasuu marka intuu meesha uga soo degsado cadaysan jiray ثاني marka qisadaas darteed uu rajaxay Bukhari ثانيهما أنه توبع والله متابعي محمد بن إبراهيم فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد فذكر نحو انتهى كلام الحافظ مرك قصداس يوم متابع ودورتي لكنه اختار وأخرج في صحيحه حديث أبي هريرة لكن صحيحه حديث أبي هريرة وكدورته وفي الباب عن أبي بكر قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص ولجده وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجده وابن عمر يا عبد الله بن عمر وأبي أمامة الباهلي يا أبي أيوب الأنصاري يا وتمام بن عباس تمام عباس وأخوه عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس ولا الكسوان ومتك أقوي رايو أولاد عباس أصغر أولاد عباس المبضن وعباس قال تبان ويلو دلالي عباس تبانك أقوي ريه تمام ابن عباس أصغر أولاد العباس العشرة تبان ودلالي تبانك أصغر مرو كجبيه عباس مرو جبيه وحويري تموا بتمام فصاروا 10 يا رب فاجعلهم كراما برره المهيجة وحيد ما يستوي ويلا تمام بحيه تمام 10 يقدروا يروي شيء يا رب فاجعلهم كراما بررة إله كرام بررة يقدروا يرتبون كودا إلهنا هو يقدر إلهي هو يقدر يا وتمام بن عباس يا عبد الله بن حنظلة يا أم سلمة واثلة ابن الأسقع ولجهه صحابي اللي هجر يا أبي موسى الأشعري كل جود حديث كانوا كله أي وريان الله سبحانه